اهلا بيكم في الحلقة 82 من برنامج اعرف اكتر مع دكتور ناني عوض الله. ولو اول مرة تسمعوني، انا دكتور ناني عوض الله، دكتور في الاضطرابات النفسية والسلوكية، استشاري امراض التخاطب والتربية الخاصة جامعة عين شمس. والنهاردة هكلمكم في موضوع مهم جدا. لو انت شفت شخص او انت نفسك بتعاني من شعور مستمر بالقلق والتوتر تجاه الاحداث المشاكل اليومية، بيكون عندك حاجة زي الهواجس كده مرتبطة بمختلف المجالات، يبقى تعالى اسمع معايا حلقة النهاردة عن اضطراب القلق العام. اضطراب القلق العام زي ما ذكرت دلوقتي هو شعور مستمر بالقلق والتوتر تجاه الأحداث والمشاكل اليومية، بحيث بتكون الهواجس دي مرتبطة بمختلف مجالات حياتك انت او حياتك انت. واللي بيشعروا بالقلق او الاشخاص المصابين باضطراب القلق بيصابوا هم او الناس اللي حواليهم بيتعاملوا معاهم يوميا بالعديد من المخاوف. طيب ليه؟ علشان مصاب باضطراب القلق بيبقى عنده دايما مخاوف على حاجات كتير قوي في حياته، من أبسط الأشياء إلى أكثر الأشياء تعقيدا. فاضطراب القلق اضطراب شرس جدا وبيعطل حاجات كتير جدا 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 في حياة الإنسان. مش بس كده، ده ليه كمان علامات مرضية جسدية ونفسية زي خفقان القلب، نوبات العرق، ارتجاف على مستوى المعدة، بيحصل لهم دوار، الخوف من الإصابة بالجنون أو التعرض للموت، الإحساس بالحرارة أو نقول عليها القشعريرة، توتر العضلات، صعوبات في التركيز، الانفعالية، اضطرابات في النوم، حاجات كتير جدا. وما تستهترش بهذا الاضطراب. المصابين فعلا اللي بيجولي العيادة تبقى حياتهم حقيقي متعطلة جدا جدا وما بيبقاش بإيديهم أبدا. المصابين في غالب الأحيان بيحاولوا إن هم يتجنبوا مسببات المخاوف دي، زي مثلا هم يسمعوا أخبار الحوادث أو الأخبار اليومية وهكذا، او ان هم يحاولوا يطمنوا نفسهم مثلا عن طريق ان هم يتأكدوا من كون اهاليهم بخير ولا لا، تعرضوا لأي ضرر او لا، بحكم ان الهواجس دي غالبا بتشكل عبء نفسي على الأقارب. تمام، وده بيؤدي طبعا لمشاكل كتير بينهم وبين أسرهم، وبالذات لو المريض ده متزوج أو المريضة دي متزوجة. علشان كده بيحصل مشاكل كتير جدا 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 في الحياة الأسرية بسبب هذا النوع من الاضطراب. طيب ازاي بيحصل اضطراب القلق العام؟ في أسباب وتفسيرات مختلفة للكيفية اللي بتظهر بيها إصابة باضطراب القلق. ممكن يكون سبب ظهورها مثلا من العوامل الوراثية أو العوامل الموروثة، بيكون لها دور كبير. ممكن كمان يكون في بعض مناطق الدماغ بتعرف أو بتعمل نشاط أكتر مقارنة بالأشخاص اللي حواليهم، فمن المحتمل أن الوسائط الكيميائية ديت اللي هي مكلفة بتوفير الاسترخاء عند الأشخاص اللي بيعانوا من اضطراب القلق بتكون أقل في العدد، أو بيكون تأثيرها أضعف. يا إما بتكون أقل في العدد أو يكون تأثيرها أضعف. بعض الأشخاص اللي مصابين باضطراب القلق ما عندهمش ارتباط كبير في طفولتهم بالأشخاص اللي حواليهم، زي مثلا أبائهم أو غيرهم من الأشخاص المقربين. فده ممكن يكون برضو حاجة من الحاجات أو المؤشرات اللي ممكن تخلينا نركز مع المصابين من عمر مبكر.
طيب إزاي أقدر أتعرف على الإصابة باضطراب القلق العام؟ الأعراض والعلامات المرضية اللي احنا اتكلمنا فيها من شوية ضروري لما تحس بيها لازم 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 تبتدي تتوجه إلى طبيب أو معالج نفسي علشان يبتدي يشخص معاك ويبتدي يشوف ايه الموضوع ونبتدي نلحقه، وخاصة لما بيبقى يكون في أعراض جسدية مع الحالة النفسية. طيب احنا بنقدر نعالج الحالات اضطرابات القلق؟ أيوة، في حالات كتير جدا بتتابع وعلاجهم بيكون بيتعمل يعني على مراحل زيه زي أي اضطراب آخر. اضطراب القلق العام اضطراب معروف وفي نفس الوقت مش معروف، يعني هو معروف علميا بس مجتمعيا بيحاولوا يداروا الموضوع وبيحاولوا اللي هو لا ما تقلقش، خير ان شاء الله خير. احنا مش معترضين ابدا ابدا على الكلام ده، ولكن لما يبقى في حالة مرضية يجب التوجه للمتخصصين علشان نقدر نساعد الحالات ديت ونقدر ان احنا نخليهم او نساعدهم يعيشوا حياة افضل مما هم عليه دلوقتي. ولو وصلتوا للنقطة دي في حلقتنا بشكركم جدا. ما تنسوش تتابعوني على دكتور ناني عوض الله على فيسبوك، يوتيوب، تيك توك، وكمان على التليجرام. شكرا لحضراتكم.